هل الفكرة الأساسية اللي بيدور حواليها فيلم زوجة رجل مهم هي فكرة سياسية في الأساس كان بيهدف منها محمد خان نقد نظام السادات ونقد تعامله مع أحداث 17 و18 يناير؟ هل الفيلم بينتقد سلوك بعض ضباط المباحث ولا الموضوع ليه أبعاد تانية؟ فمع مراجعة الفيلم صاحب المركز ال30 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو فيلم زوجة رجل مهم من بطولة العبقري أحمد زكي والفنانة ميرفت أمين ومن إخراج محمد خان. تبدأ الحكاية مع ضابط هشام ضابط المباحث بمحافظة المنيا، واللي بيقابل بالصدفة في إحدى المرات بنت لسه جاية المنيا جديد. هشام بيعجب بيها أول ما بيشوفها وبيدور وراها لحد ما بيعرف إن اسمها منى، وبيعرف إنها جت المنيا مع والدها مهندس الزراعة علشان شغله. هشام بطبيعته كظابط مباحث بيعمل تحرياته حوالين منى وأهلها وبيفضل يطاردها في كل حتة، لحد في مرة من المرات بتروح منى بيتها وبتعرف إن هشام اتقدم لوالدها علشان يطلب إيدها. بعد كده هشام بيحاول يبهرها بكل طريقة عن طريق نفوذه الواسع لحد ما توافق على انهم يتجوزوا. وبعد جوازهم بتيجي لهشام ترقيه في القاهره ومنصب كبير في مباحث امن الدوله، واللي بيخليهم يسيبوا المنيا علشان يسكنوا في القاهره. ومع منصب هشام الجديد بتزيد نفوذه وقوته، وفي نفس الوقت بتكتشف منى انها وهشام مختلفين تماما، وان هشام انسان وصولي وكل همه وكل تفكيره في شغله كظابط، وانه مستعد يعمل اي حاجه علشان يوصل لمنصب اعلى ونفوذ اقوى. وده اللي خلاه يقرب من عماد يسري ومراته بالرغم من انه كانش بيحبه ولا بيحترمه. ومع مرور الايام المسافه بتبعد ما بين هشام ومنى والخلاف ما بينهم بيزيد، وبتكتشف منى كل يوم قد ايه ان هشام انسان قاسي واناني. بعد كده بتحصل احداث 17 و18 يناير واللي بينتج عنها مظاهرات كبيره في البلد، واللي بيعتبرها هشام فرصه لاثبات كفاءته كظابط، فبيقوم باعتقال ناس كتير لحمايه البلد من الفوضى من وجهه نظره. لكن بنكتشف بعد كده ان كان في خطا كبير في التحريات اللي عملها هشام، واللي نتج عنها القبض على شخصيات كتير ما كانش ليها اي علاقه بتظاهر، وفي محاوله من السلطه لارضاء الجماهير. فبيتم التخلص من هشام هو والعميد يسري واحدتهم للمعاش. هشام بتحصل له صدمه كبيره لما بيعرف الخبر ومش بيصدق، وبيفضل معتقد انه وقته هيعدي وهيرجع لشغله تاني، وعلشان كده مش بيعرف اي حد باللي حصل معاه، وبيحاول انه يداري عليه باي طريقه، لدرجه انه اشترى عربيه بسواق علشان ينزل بيهم كل يوم في بعد الشغل علشان الناس ما تعرفش اي حاجه عنه. لكن للاسف مفيش حاجه بتستخبى وكل الناس بتعرف، وكل الناس اللي كانت بتتمنى قبل كده انها تقرب من هشام اصبحت بتتهرب منه بعد ما فقد سلطته. هشام برضه برغم كل اللي حصل فضل متمسك بامل انه يرجع لمنصبه، لكن امل هشام بينتهي لما بيصدر حكم المحكمه واللي بيقضي على اخر امل لهشام في انه يرجع لوظيفته كظابط. ومع ضياع اخر امل بيفقد هشام كل شيء وبتنهار حياته تماما. بالنسبه لي انا بعتبر ان سبب عظمه فيلم زوجة رجل مهم هو انه فيلم واقعي ما فيهوش اي مبالغات او مشاهد دراميه لاستجداء عطف المشاهد، بيقدم الحقيقه بشكل واقعي وواضح وصريح. ولو دورنا في سبب واقعيه فيلم زوجة رجل مهم هنلاقي ان كل عناصر الفيلم اتعاملوا معاه بشكل واقعي جدا، كانهم بالظبط بيقطعوا حته من حياتنا وبيحطوها في الفيلم. فلو بصينا لبدايه الفكره من الاساس والبذره اللي نتج عنها الفيلم، وهي واقعه حصلت مع مخرج الفيلم محمد خان، وهي انه كان في مره سايق عربيته فبيشاور العربيه كانت ماشيه وراه انها تعديه، فالعربيه عدته، لكن اللي كان سايقها طلع راسه وشتم محمد خان، فمحمد خان راح وراه وزنق عليه لحد ما وقف. فنزل اللي كان سايق العربيه واللي عرف محمد خان بعد كده انه كان ظابط وضرب محمد خان في صدره، لكن خان ما سابهوش وراح معاه القسم وعمل اتصالاته كلها لحد ما في الاخر تم الضغط على الظابط وعلى محمد خان ان الموضوع ينتهي باعتذار الظابط. فمحمد خان قرر انه ينتقم من الظابط، وده بانه يعمل شخصيه هشام وفيلم زوجة رجل مهم مع السيناريست رؤوف توفيق. زوجة راجل مهم، انا كنت سايق العربيه مع اولادي صغيرين وقاعده جنبي مراتي وجت عربيه كده، فانا بقول له بشاور له عدي فشتمني شتيمه قذره، فانا بقى رحت بص بقى شويه رحت كاسر عليه، نزل هو من العربيه بالنضاره عرفت انه كان معاه حد تاني بس عربيه مش عربيه بوليس انما العاديه وهو مش لابس بس حركه النضاره وجيت تاني بنيه في صدره، وبالتالي ده قدام ولادي صغيرين بيبصوا من الازاز شايفين ابوهم اتضرب في صدره. انا بقى قررت مش هسيبه، رحنا اسم بحر اعظم لقيته طالع من هناك سبقني هو يقول لي انا رايح اعمل كشف طب مش لاقي طبعا، قلت له وحياتك عندي نشيل الابتسامه اللي على وشك، وعلى طول جاب محامي وعلى طول كان اتصالات مع الداخليه وعلى طول قلت له بقى ايه عشان احنا طيبين مالك يعني هتخرب بيته ومش هتخرب بيته، وفي الاخر قلت لازم يكتب اعتذار رسمي قدام المحامي، كتب اعتذار رسمي. الفكره دي بقى ابتدت هنا البذره. حتى احمد زكي لما عرض عليه خان الفيلم عاش الشخصيه بكل تفاصيلها، لدرجه ان احمد زكي بقى بيجي له القولون العصبي وبطنه بتتنفخ من كتر معيشته للشخصيه. وواقعيه الفيلم هي اللي عملت مشاكل كتير ليه في بدايته، وهي اللي خلت جهات حكوميه كتير تعترض على عرض الفيلم
وخلت الصحافه في الوقت ده تتكلم عليه بشكل متكرر ومستمر. والعاصفه اللي صاحبت صدور الفيلم خلت ان الفيلم كان ممكن يتعرض لمقص الرقيب، وان كان في احتمال كبير انه يتم منعه من العرض. لكن لحسن الحظ الفيلم تم عرضه واصبح من اعظم الافلام اللي انتجتها السينما المصريه. الزخم اللي صاحب فيلم زوجة رجل مهم هياخدنا للنقطه الثانيه او السؤال الثاني، وهو هل فيلم زوجة رجل مهم فيلم سياسي وبيهاجم النظام ولا لا؟ السؤال ده اختلف عليه معظم النقاد في وقتها، لكن خلونا نحلل احداث الفيلم علشان نطلع باجابه مقنعه. محمد خان كان حريص دائما انه يبقى في توازن في الفيلم، بمعنى ان زي ما كان في شخصيه هشام الضابط المتسلط المتعالي، فكان في نفس الوقت شخصيه الرائد فوزي واللي عمل دورها احمد مختار، وهو ضابط معتدل وبيتعامل بالقانون وبيحترم حقوق الانسان. وزي ما كان في شخصيه العميد يسري اللي كان بيقبل بتجاوزات هشام، ففي شخصيه مدير مباحث امن الدوله واللي عمل دور الفنان نظيم شعراوي، واللي كان رافض اللي كان بيعمله هشام وكان معترض على طريقه تصرفه. فمحمد خان كان حريص انه يعمل توازن وما يتهمش جهاز الشرطه بالكامل، وانه يحصر الموضوع بس في شخصيه هشام. الحاجه الثانيه ان محمد خان كان حريص جدا انه ما يدينش حكومه السادات في احداث 17 و18 يناير. واللي ما يعرفش اللي حصل وقتها، فاللي حصل ان نائب رئيس الوزراء طلع في مجلس الشعب وقال ان هيبقى في بعض الاجراءات التقشفيه، واللي كانت بسبب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واللي نتج عليها بالتبعيه رفع الدعم عن بعض السلع. فاحداث 17 و18 يناير هي انتفاضه شعبيه كانت نتاج ان السادات رفع اسعار السلع الاساسيه بزياده تقدر بقرش واحد، واللي ما يعرفش القرش فهو 1 من 100 من الجنيه. الاحداث دي كان ليها اسمين، اسم اطلق عليه السادات وهي انتفاضه الحراميه، واسم تاني شعبي وهو اسم انتفاضه الخبز. فمحمد خان في عرضه للاحداث دي وفي تناوله ليها ما حاولش ابدا انه يواجه النقد لحكومه السادات، وكان بيوصف الاحداث دايما انها احداث شغب مش انتفاضه شعبيه ضد غلاء الاسعار. والاهم من كده ان محمد خان ورؤوف توفيق في رسمهم لشخصيه هشام ما حاولوش ابدا انهم يلزقوا فكره ان هشام ضابط فاسد، بل هم كانوا حريصين جدا انهم يبينوا انه راجل شريف. فكنا بنلاقيه انه كان دايما بيبقى حريص انه يدفع مقابل اي حاجه بيشتريها. حسابك كام؟ خلي يا سعاده البيت فهي هلت سيادتك علينا. كام؟ 2 جنيه ونص سعر الجمله. ولما تم فصله من شغله ما كانش عنده اي مصدر تاني للرزق غير مرتبه، لدرجه انه باع حته ارض علشان يقدر يشتري عربيه تانيه. انا طالبك مخصوص عشان تعمل لي الخدمه دي. انت تقنع ابويا انه يبيع ال5 فدادين بتوعي، انا محتاج لفلوسهم. وكان دايما بيرفض انه يساعد اي حد عن طريق الواسطه، وده بان في المشهد اللي رفض فيه انه يساعد خالته في الافراج على ابنها. وتمسك سماعة التليفون وتسأل عليه، ده ابن عضو مجلس الشعب في الدايرة بتاعتنا، مسكوه برضه مع الطلبة، لكن أبوه طلعه في نفس الليلة. مين الواد ده؟ ابوه اسمه ايه؟ ما تروح تسألهم هم. فأنا اللي جاية المشوار ده كله ومتعشمة فيه يقوم يسيبني ويمشي. فهشام مش ضابط فاسد، وخان كان حريص جدا انه يظهر النقطه دي. فخان لم ينتقد نظام السادات، وكان حريص جدا انه يحصر المشكله في شخصيه هشام. وده يخلينا ننفي تماما فكره ان فيلم زوجة رجل مهم فيلم سياسي، لان التيمه الاساسيه في الفيلم مش انتقاد النظام. التيمه الاساسيه هي شخصيه هشام ومرضه وحبه للسلطه والسيطره. وده لا ياخدنا للنقطه اللي بعديها وهي تحليل شخصيه هشام. في مشهد في الفيلم هيفهمنا جزء كبير وجانب مهم جدا من شخصيه هشام. المشهد ده هو اللي كان قاعد فيه مع منى في القطر، وكان اول مره يتكلم معاها. فلما منى قالت له انها ما تعرفش اي حاجه عنه، وحب هشام ساعتها انه هيعرفها بنفسه، فاول حاجه عملها انه عرفها باسرته، وقال لها انه من اسره ميسوره نوعا ما من مدينه سوهاج. الحاجه اللي بعديها على طول بقى انه قال لها ان حلمه من هو صغير انه يبقى ظابط، وانه كان بيلبس لبس الظابط وهو صغير، وانه كان بيستنى يوم الاجازه علشان يخرج ببدله الظابط علشان يشوف نظرات اعجاب الناس بيه. من الطبيعي ان اي حد بيقابل واحده بتقدم لها وبيتكلم معاها انه يحكي لها عن اهله وبعد كده عن اهتماماته، مش عن وظيفته وحلمه من هو صغير انه يبقى ظابط. وده ياخدنا نقطه مهمه جدا هتفسر بعد كده حاجات كتير، وهي ان هشام كان متمكن منه من هو صغير فكره انه يبقى ظابط، وان الفكره دي كانت مسيطره عليه بشكل كبير جدا، لان معظمنا كنا بنحلم ان نبقى ظباط واحنا صغيرين، لكن مش كلنا فضلنا متمسكين بالحلم ده لحد ما حققناه زي شخصيه هشام. فبالنسبه لهشام موضوع انه يبقى ظابط ده كان اكتر من مجرد حلم، ده كان هدف عنده وحاجه كانت بالنسبه ليه مبهره جدا، ولانه من صغره شايف ان الموضوع ده حاجه عظيمه ومهمه ومبهره، فعلشان كده من اول الحاجات اللي حكاها لمنى هي حلمه انه يبقى ظابط. لكن لما لقى ان منى ما انبهرتش بالحلم ده ولا بالقصه دي، هنلاقي ان هشام عدل من وضعيته ومن طريقه كلامه في حركه استنكاريه منه، سببها ان منى ما انبهرتش بحلمه زي ما المفروض ان اي حد ينبهر من وجهه نظره. طب ده هياخدنا لسؤال اهم، هو ليه هشام كان حلمه وهدفه في الاساس انه يبقى ظابط؟ هل كان بيحلم بكده علشان يخدم الناس مثلا، او علشان يبقى السلاح للحق ونصره المظلومين، او حتى علشان يبهر اللي حواليه؟ هشام كان عاوز يبقى ظابط علشان السبب ده. الضباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهارده وبكره وفي كل زمان ومكان.
هشام كان عاوز يبقى ظابط علشان هو مهووس بالسيطره وبالحكم. هشام كان بيعتبر نفسه الحاكم الفاعل للمجتمع المحيط بيه، وكان دايما بيبص للناس من المنطق ده. كان دايما بيبص للناس من مكان من فوق بنظره فيها تعالي لا طريق الا بشخص معتقد فعلا انه متحكم ومسيطر على كل اللي حواليه، وان كل الموجودين والمحيطين بيه ما هم الا تابعين ليه بيأتمروا بامره. وفي كذا نقطه ومشهد حاول من خلالها محمد خان انه ياكد على النقطه دي. فلو حاولنا اننا نطلع مشهد من مشاهد الفيلم تفهمنا وتوضح لنا نظره هشام للناس، هنلاقي مشهد اتكرر كذا مره زي المشهد بتاع هشام وبيضرب دبانه، وده كان اثناء استجوابه لواحده ست في اول الفيلم. المشهد ده والحركه دي ليه دلاله مهمه جدا، وهو ان هشام بيشوف النوعيه دي من الناس على انها حشرات ضاره ويجب التخلص منها. وضيف على ده مشهد التحقيق مع الصحفي. وعندنا مشهد كمان لما منى طلبت منه انه يساعد ابن حارس العماره، ساعتها هشام رفض جدا وقال لها الجمله دي: هقول له ايه دلوقتي؟ ده مستني انك تساعده. خليه قاعد يستنى، هو صنف ده وراه ايه في الدنيا غير انه يقعد يستنى؟ كل المشاهد دي بتدل على نظره هشام للناس العاديه، وهي نظره دونيه فيها استعلاء كبير وشعور بالعظمه يصل الى حد الجنون. الحاجه الثانيه اللي كان مهووس بيها هشام هي فكره السيطره على كل المحيطين بيه، فهنلاقيه مسيطر على البياع وحارس العماره والظباط المحيطين بيه وكل الناس العاديه اللي بيقابلهم في حياته، وده عن طريق الهاله اللي كان دايما محاوط نفسه بيها. ده حتى لما حب يخطب منى سيطر على ابوها واتحكم فيه برضه، فهنلاقيه جاب معاه مدير الامن علشان يخطب منى وخلى الحي يرصف الطريق اللي في بيتهم. فهو كان دايما بيحاول يسيطر على كل اللي حواليه عن طريق هاله من الهيبه والعظمه واللي بتبهر كل المحيطين بيه، الا حد واحد بس وهو منى. منى الوحيده اللي ما بهرتش بيه ولا بالهاله اللي كان بيحاول يحيط بيها نفسه واللي كان بيسيطر بيها على كل اللي بيقابلهم. وده خلق حاله من الصراع الخفي ما بين هشام ومنى، ورحله من الصراعات ومن الشد والجذب بيفوز فيها في بعض المواقف هشام وبيخسر في مواقف تانية. فهنلاقي ان محمد خان عبر عن حاله الصراع دي بطريقه عبقريه جدا، وطريقه التعبير دي كانت عن طريق الالوان وحركه الكاميرا. فلو ركزنا فهنلاقي ان في اول لقاءات جامعه هشام مع منى ان الوان لبس هشام ثابته ما بين الابيض والاسود او اللون الرمادي اللي بيبقى خليط من اتنين، وهنلاقي ان كل الالوان دي بالذات بتعبر عن شخصيه هشام. لكن على الجانب الاخر هنلاقي منى في البدايه كان معظم الوان لبسها بتتراوح ما بين الابيض والازرق السماوي، واللي بيدل برضه على شخصيه منى. وفي اول لقاء يجمعهم بعد الخطوبه هنلاقي ان في تنافر كبير جدا ما بين الوان لبس هشام ولبس منى، وده بسبب الاختلاف الكبير اللي موجود في شخصياتهم وحاله الصراع الخفي اللي ما بينهم. لكن بعد جوازهم هنلاقي ان في معظم المشاهد اللي جمعتهم مع بعض في بدايه العلاقه ان الوان الهدوم اللي لابسينها تقريبا متشابهه وفيها تقارب كبير. وهنلاحظ ان منى اتخلت عن الالوان اللي كانت بتلبسها في الاول لحد ما هنوصل لمرحله السيطره الكامله في بعض المشاهد، واللي هنلاقي ان هشام ومنى لابسين نفس اللون وهو اللون الاسود. وهنلاقي برضو ان محمد خان كان دايما بيحطهم في كادرات واحده للدلاله انها اصبحت تحت السيطره الكامله لهشام. وبعد تصاعد الخلاف والصراع ما بينهم هنلاقي ان منى استردت مره تانية الالوان اللي كانت بتلبسها في الاول. وهنلاقي برضو ان محمد خان كان بيبقى حريص انه يحط كل واحد فيهم في كادر لوحده بعيد عن التاني. من الحاجات التانية اللي عبر بيها محمد خان عن هوس هشام بالسيطره وحاله الصراع اللي كانت ما بين هشام ومنى هي الكادرات اللي كان بياخدها، واللي بعتبر من اهمها الكادر اللي كان واخده لهشام وهو بيبص لمنى بعد الجواز على طول. هتلاقي ان محمد خان مخلي الكاميرا في مستوى اقل من مستوى نظر هشام، فهنشوف هشام من زاويه مبيناه انه حاجه ضخمه جدا. ومع اداء احمد زكي العبقري هتلاقي ان وصل لك الاحساس اللي حاسس بيه هشام، وهو احساس العظمه والانتصار والنجاح في السيطره على حاجه ما كانش قادر يسيطر عليها قبل كده. الحاجه الجامده برضو اللي عملها محمد خان انه ما حطش منى معاه في نفس الكادر، فتحس بنظرات هشام بانه ما انتصرش وسيطر بس على منى، لا ده انتصر وسيطر علينا كلنا. محمد خان بقى عكس المشهد ده في مشهد الفكهاني وهشام بعد اقالته من شغله وبعد تجاهل المأمور ليه. فهنلاقي نفس زاويه التصوير اللي كان واخدها لهشام في مشهده مع منى هي بالظبط نفس زاويه التصوير اللي كان واخدها للفكهاني مع هشام، لكن في المره دي النظره كانت متوجهه لهشام بس للدلاله على هزيمته وفقده للسيطره على المحيطين بيه. وده بقى هياخدنا لمشهد النهايه واللي بعتبره ماستر سين ومن اهم المشاهد اللي اتعملت في تاريخ السينما. في المشهد ده هشام فقد كل شيء، فقد منصبه وحلمه اللي كان بيحلم بيه من وهو صغير، فقد سلطته، فقد السيطره على كل المحيطين بيه، والوحيده اللي كان حاسس انها لسه تحت سيطرته هي منى. وعلشان كده لما حاولت تمشي قتل ابوها ما قتلهاش هي نفسها، وده لانه كان عاوز يحافظ عليها تحت سيطرته لانها الشيء الوحيد اللي فاضل ليه. انا بقى كان عندي سؤال دايما كنت بساله لنفسي وانا بتفرج على نهايه الفيلم، وهو ليه هشام لبس كامل هدومه قبل ما يضرب النار على والد منى؟ ليه ما قتلوش وهو لابس لبس البيت مثلا؟ ليه كان لازم يلبس اللبس اللي كان متعود يلبسه في شغله؟ الموضوع ده ليه تفسير واحد بالنسبه ليا، وهو ان هشام في النهايه فقد كل شيء الا شيء واحد بس، وهو احساسه انه ظابط. وعلشان كده فضل انه يبقى بلبسه اللي كان متعود انه يلبسه وهو رايح شغله، وفضل انه ينتحر برضه وهو بكامل لبسه وعظمته اللي متعود عليها، في طريقه اقرب للطريقه اللي كان بينتحر بيها محاربي الساموراي
لما كانوا بيحسوا باقتراب الهزيمه والفشل، فكانوا بيفضلوا انهم ينتحروا بالسلاح اللي كانوا بيحاربوا بيه وهم في كامل زيهم الحربي زي ما عمل هشام بالظبط. في نهايه المشهد ده بقى في تفصيله مهمه جدا بتاكد على فكره الصراع اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي الموسيقى والايقاع اللي كانوا موجودين في اخر مشهد في الفيلم. فهنلاقي ان في ايقاعين متداخلين، وهما ايقاع عسكري اقرب لصوت المارشات العسكريه او ضرب الرصاص مع صوت ضعيف ومنخفض لاغنيه عبد الحليم حافظ، لحد ما هنلاحظ اختفاء صوت اغنيه عبد الحليم خالص، وهيفضل ويبقى الايقاع العسكري. تفسير النقطه دي وهي ان الموضوع اكبر من فكره صراع هشام ومنى، او ان هشام انسان مهووس بالسيطره وعنده جنون العظمه. الفكره اكبر من كده بكتير. الفكره هي صراع ما بين عصرين وسمات مختلفه، عصر يتسم بالرومانسيه المفرطه والاحلام والامال العظيمه، او عصر عبد الحليم حافظ اللي كانت عايشه فيه منى، وصراعه مع عصر يتسم بالواقعيه المفرطه والاصطدام بالواقع مع سيطره اصحاب المال والسلطه، واللي كان بيمثله الضابط هشام. وان بالرغم من موت هشام وبقاء منى، لكن عصر الواقعيه انتصر على عصر الرومانسيه، او عصر هشام انتصر على عصر منى. وبس كده. سلام.